المعلومات اللي بهالفيديو عن الشركات المصغرة بفرنسا ما بتلاقوها مجموعة بأي مكان تاني. هون ما بتلاقي فقط معلومات قانونية وسلبيات وإيجابيات ومقارنات وكل شيء بخص الشركات الصغيرة، ولكن أيضا تجارب أشخاص من قلب الحدث ونصائحهم ورأيهم، بالإضافة لإجابات على أسئلة طرحها أكثر من 200 متابع. لما أعلنت عن هالفيديو حلقة استثنائية بتطلع منها حاسم أمرك، فلا تضيعوا ولا ثانية منها. أول شي لازم نعرفه شو هي الشركة الصغيرة أو المصغرة أو الميكرو انتربريز بفرنسا. بكل بساطة هي شكل قانوني بسيط لتعمل نشاط تجاري فردي سهل الإدارة، معاملاته مجانية وما بتحتاج فيها لمحاسب، وبتعلن دخلك منه عن طريق الموبايل من بيتك، بتطلب إنشائها على الإنترنت وما له شيء معقد أبدا. السؤال الثاني، لمين معمول هذا النوع من الشركات؟ معمول لكل شخص حابب يعمل نشاط تجاري أو حرفي أو عم يقدم خدمات مدفوعة. هالشخص ممكن يكون موظف، ممكن يكون متقاعد أو حتى طالب، ممكن يكون حابب يجرب فكرة مشروع أو شغل إضافي لشغله مثل توصيل الطلبات. بعدين بيجي السؤال المباشر والأهم عند معظم الناس، قديش ضرائبها؟ قديش رح ياخدوا مني يعني؟ في شغلة دائما مطمئنة للناس اللي بدها تعمل شركة مصغرة، هي انه لو ما بعت شي ما بتدفع شي. اما لو بعت فهون انا دائما بحب اضرب مثال الالف، يعني لو دخل الشركة الف قديش بتدفع عليها مساهمات وضرائب. وهلا اكيد السؤال اللي عم يخطر ببالك، قديش بندفع على الألف؟ الشارج أو المساهمات اللي بتدفعهم بيختلفوا حسب نشاطك. لو كان نشاطك تجاري يعني عم تشتري أغراض وتبيعها فبتدفع 12.4% للأخساف من رأس المال، يعني 124 يورو من 1000. أما لو كان مشروعك حرفي أو قائم على تقديم الخدمات، مثلا أنت مصور أو دهان أو بتوصل طلبات، فالأخسف بتاخد من كل 1000 215 يورو تقريبا، يعني 21.5%. والشغلة اللي لازم تعرفها بهذا النوع من الشركات انه بتدفع ضرائب على كامل المبلغ اللي بيدخلك، يعني ولو كنت شاري اغراض بألف وبعتهم بألف بدك تدفع ضرائب عليهم، ولو خسرت حتى بدك تدفع. والبعض هون عم يقول اوف والله كتير ما بينقصوا لي او بيدعموني شوي، خاصة بالبداية. امبلا في مساعدة اسمها الاكخ، إلى شروط معينة، وإذا طلبتها ووافقوا على طلبك فبتنقص المساهمات الاجتماعية للنص، يعني بدل ما تدفع 120 من الألف بتدفع 60. وهي مثل ما قلت لكم إلها شروط ما بتحق للكل وبتطبق فقط على أول سنة من النشاط. طيب يا عمر، إذا دفعت هدول خلص ما عاد يطلع علي أي ضرائب تانية؟ لا، لسه في ضريبة الدخل السنوية اللي بتدفعها حسب دخل الأسرة كاملة، وهي بتدفعها شو ما اشتغلت. وإذا شافوا حسب دخلك وعدد أفراد أسرتك انه لازم تدفع ضريبة على الدخل فلازم تدفع. قديش ما فيني اقول لك، لان هالشي بيعتمد على اعلانك ووضعك العائلي وعلى اسرتك. لكن في خيار عملوه للناس اللي بتحب البساطة مثلي ومثل معظم المتابعين، هذا الخيار اسمه فيرسمان ليبراتوار، واذا بتختاروا اثناء انشاء الشركة فبضيفوا على المساهمات بين 1 وحتى 2.2% حسب نشاطك، وهيك ما عاد بتعلن دخل الشركة آخر السنة ولا بتدفع ضريبة الدخل عليه. لكن بهالشكل ممكن توصل الضرائب والمساهمات اللي لازم تدفعها للأخسف، بنكرر حسب نشاطك، لحوالي 24%، يعني الربع من كل 4 يورو. وهون اللي بيعرف شوي بالضرائب بيكون صافن وعم يتساءل انه لسه لازم ندفع التي في ا، يعني ضريبة الدخل المضافة؟ لا، بالميكرو مالك علاقة بالتي، لا تاكل همها. هالشي ببسط الامور عليك، وإله ايجابيات وإله سلبيات ما رح نقدر نحكي عنها كلها بهالفيديو لان هي عالم لحالها. لكن اعرف انه لو بدك تتعامل مع شركات او تبيع جملة فالشركات ما بتفضل ابدا تتعامل معك اذا ما عندك تي. اما لو بدك تبيع اشخاص فما في اي مشكلة، بالعكس انت هون مالك مضطر تضيف 20% ضريبة قيمة مضافة على كل شيء بتبيعه مثل باقي الشركات، وهذا الشيء ممكن يريحك ويريح الزباين شوي. وبخصوص التي كمان لازم تعرف انه في سقف سنوي من رأس المال لما توصل له بتصير مجبر تدفع التي، وبهديك المرحلة الافضل بكل الاحوال انه تحول مشروعك لشركة نظامية، وراح نحكي ليش بتكملة الفيديو. وهلأ بنروح لسؤال كتير طرحتوه، هل بتوقف الكاف او المساعدات، مساعدات الدولة، بمجرد ما عملنا شركة؟ بصراحة ما بعرف مين مطلع هالإشاعة وشو هدفه منها، لكن لما تعمل شركة صغيرة أو حتى كبيرة ما بتتأثر المساعدات ولا الكاف ولا أي شيء. لما تبلش تطلع مصاري من هالشركة بتبلش تنقص المساعدات، لما تزيد هالمصاري كمان بتنقص المساعدات كمان، هيك حتى يصير مردودك من هالشركة جيد وكافي، هون بتنقطع المساعدات بالكامل.
طيب هل في اشتراك سنوي لازم ادفعه؟ ولو الشركة ما مشيت بالاشهر الاولى بدفع شيء؟ كل شيء قلت لك يا قبل ولسه بدك تدفع؟ اسمع، بكل بساطة بالاوتو ما بتدفع الا تكاليف انشائها والضرائب اللي حكيت لك عنها بهالفيديو، والضرائب اذا بتنتبهوا كانت نسبة، يعني اذا ما مشيت الشركة او كنت عم تعلن انه ما عم تبيع شيء ولو ضليت سنين على هالحال ما بتدفع شيء. طبعا ممكن يكون في تكاليف تانية مثل حساب البنك، ولهيك الافضل تشوفوا بنوك رخيصة بالبداية. راح احاول دائما اشوف شو في عروض بنوك واحط لكم اياها بوصف الفيديو. وهلا بنروح للسؤال اللي بعده، لازم افتح حساب بنك خاص بالاوتو؟ لا، مو اجباري. لازم يكون عندك حساب بنكي اكيد، وهون ممكن تستخدم حسابك الشخصي، ولكن مو اجباري خاصة بالبداية انه تفتح حساب خاص بشركتك المصغرة. هلا اكيد الافضل انه يكون عندك حساب مشان تقدر تميز مصاريفك الشخصية من مصاريف الشركة، لكن الحساب البنكي ما بيصير إجباري إلا بحالة واحدة، وهي لو تجاوز رأس المال السنوي للشركة 10,000 يورو خلال سنتين متتاليتين. طيب لو ما عندي أوراق بفرنسا أو كنت مواطن أجنبي ببلد آخر، فيني افتح هالنوع من الشركات في فرنسا؟ نعم فيك، وفي شركات مختصة بمساعدتك، رح اترك لك رابط احدها بوصف الفيديو. طيب لو كنت بفرنسا بس عندي شغل وما بدي اتركه، بحق لي اعمل مشروع خاص واستمر بشغلي؟ بالتأكيد فيك تعمل ميكرو انتربريز وتكمل شغلك بنفس الوقت. اساسا هالنوع من الشركات انعمل لهي الناس بالبداية، ولهيك بنشوف كتير ناس بتشتغل بعقد او بتدرس وبوقت فراغها بتوصل طلبات مثلا، او بتشتغل على سيارة اجرة VTC. فبتقدر تستمر بشغلك وبمشروعك بنفس الوقت، بشرط واحد انه ما يكون مشروعك الخاص بنافس الشركة اللي بتشتغل فيها. فإذا كانت الشركة بتمنع هالشي وانت عملته بدون علمها، هون ممكن تنفصل من عملك بسبب. وبنفس الموضوع في كتير ناس بعتولي انهم بيشتغلوا بشركات لكن حابين يعملوا مشروع صغير كشغل اضافي ليزيد دخلهم وطالبين انصحهم. والصراحة ما بعرف اذا اللي عم يتابعوا هالفيديو عندهم نصائح، لكن الفكرة الوحيدة اللي ببالي وبعرفها هي توصيل الطلبات، وانتم لو عندكم نصيحة حطوها بالتعليقات. طيب هل هالنوع من الشركات حصرا لشخص واحد او ممكن يعمل الشخص وزوجته مثلا شركة على نفس الرخصة؟ هالسؤال اجابته معقدة شوي، لان ايه بيقدر، لكن في اكثر من حالة ليعملوا سوا، مثلا انه يكون احدهما موظف او معاون بالشركة، عم نحكي الشركة المصغرة. لكن اكثر المحاسبين بيشوفوا انه هالخيار له سلبيات اكثر من الايجابيات، وانا شخصيا قريت كثير عنه وحسيته كثير معقد. ومعظم اللي قرات لهم بفضلوا انه كل زوج يعمل مشروع لحاله، او يعملوا مشروع سوا بس على اسم واحد، او كل واحد يعمل مثلا شركه ويشتغلوا نفس المشروع، او يعملوا شركه نظاميه كبيره سوسيتي. اما اذا بدكم تعملوا شركه مصغره انتوا اثنين، فالافضل انه ما تفكروا بهالفكره. والسؤال اللي بعده، هل فيني اعمل اكثر من نشاط بالشركه، مثلا تجاره وخدمات وتوصيل طلبات واجر سيارات بنفس الوقت؟ ايه فيك، لان بالاصل ما فيك تعمل شركتين مصغرتين بذات الوقت، لهيك فيك تعمل شركه واحده بنشاط رئيسي معين وتشتغل على اكثر من نشاط ثانوي فيها. والاهم من هيك انه تعلن بالطبع دخلك من كل الانشطه اللي عم تعملها وتدفع الضرائب على الشيء اللي عم تعمله بكل بساطة. طيب بنروح للسؤال اللي بعده، إذا غيرت المدينة لازم سكر الشركة وارجع افتح وحدة جديدة، أو فيني اطلع اشتغل بمدن تانية بدون مشاكل؟ هلا أكيد فيك تشتغل بمدن تانية بدون أي مشاكل، أما بخصوص تغيير المدينة فلازم تغير عنوانك فقط. وبهي النقطة بتتميز الشركة المصغرة عن غيرها من الشركات، عن الشركات الكبيرة، بأنه التغيير بيكون بسيط جدا، فيك تعمله لحالك من البيت على الإنترنت وغير مكلف. أما بالشركات الكبيرة فأي تغيير أو تعديل على الشركة سواء اسمها أو عنوانها أو حالتها بيكون معقد، ما فيك تعمله لحالك وبكلف مئات اليوروهات. وفي ناس كتير سألتني هالسؤال وخاصة السوريين، بيقولوا هل هالشركة بتسمح لي افتح بالأسواق الفرنسية يلي بيقولوا عنها مارشي؟ بالطبع، ومعظم البائعين بالأسواق بيبدوا بهالشكل من الشركات، وبعضهم بيستمر دائما فيه طول عمره. طيب هل لازم يكون معي ترخيص للشغلة اللي بدي اشتغلها؟ بالطبع، بعض الشغلات مثلا لو كان مجالك طبي او بدك تفتح محل حلاقة بتطلب تصاريح او شهادات، لكن معظم الانشطة لا. فبنصحك انه تقرا عن النشاط اللي بدك تشتغل فيه قبل ما تفتح الشركة، او تسألني بالتعليقات وانا بشوف لك اذا ما لقيت الاجابة. وهلا بنروح لارائكم ونصائحكم وتجاربكم. هالقسم سميته نصائح ذهبية وتجارب من اصحاب شركات صغيرة ومختصين. اول شيء عنا نصيحة مهمة من إرم الحرك، مختصة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات. بتنصح اللي بدهم ينطلقوا انه يبحثوا عن مؤسسات بترافق بإنشاء الشركات، وبتحكي انه فيهم دائما يطلبوا النصيحة من فرانس ترافاي.
بول أمبلوا سابقا، وهو بعدها بيحولهم على جهات تساعدهم سواء بالنصيحة وإنشاء الشركة أو حتى مساعدات مادية ودعم لإدارة الصفحات على السوشيال ميديا. لكن بتوصف حالة الأوتو أنتربرونور بمرحلة التجربة. أول حل المؤقت، حل مؤقت لتشتغل بشكل قانوني، وبتذكر إنه هذا النوع من الشركات رح يضل مرتبط باسمك، يعني مثل ما بيقولوا عم تشتغل لحسابك الخاص أو لمشروعك، مو لشركة معينة. وبنفس الوقت أنت مو شركة حقيقية بتتحمل استثمارات كبيرة أو أخطار عالية أو حتى مسؤوليات العمال. أما الآنسة ميرفت الخطيب اللي عندها شركة ترجمة صغيرة بتقول إنه لما يكون عندك أوتو وتتعامل مع شركات تانية فأنت اللي بتفرض شروطك، بخلاف وقت تكون موظف بموجب عقد العمل، مثل مواعيد تقديم الخدمة والتسعيرة والحجاب بالنسبة للصبايا. كل هالمعطيات بتحكم فيها صاحب الترخيص، يعني صاحب الشركة الصغيرة، بعكس الموظف اللي بتنفرض عليه شروط الشركة اللي بيشتغل فيها وما أمامه إلا أنه يوافق أو ما يشتغل. وفي الشاب عبد الله الخطيب اللي عمل شركة كهرباء بمجال البناء والتمديدات الكهربائية، بينصح أي حدا عنده خبرة بمجال مهني مثل البناء، النجارة، الحدادة أو الكهرباء إنه يفتح عمله الخاص. بيقول إنه في كتير شغل بهالسوق وكتير مصاري، وبيحكي إنه جاهز يحكي لنا أكثر عن شغله ويعطي نصائح كيف نجح وكيف يلاقي شغل وينظم أموره ويشتري العدة. فلو لقينا كتير ناس مهتمة بهالموضوع ممكن نصور فيديو خاص معه ويحكي لنا كل هالتفاصيل. إذا مهتمين اكتبوا لي بالتعليقات. بس بنفس الوقت في شاب تاني حكى لنا تجربته ورفض إنه نحكي اسمه. بعت لي إنه عمل شركة تركيب مطابخ، لكن مع ذلك اضطر يشتغل بعقد إلى جانب عمل هالشركة. بيقول إنه زبون هالشركات بيجي مرة واحدة كل كذا سنة، وتسويقها ليكتر زباينها بده وقت طويل. فالفكرة اللي بيختم فيها هي إنه إذا الشركة ما فيها دخل قوي صعب تعيش هون. أما باقي الآراء اللي ذكرتوا لي إياها بردودكم فكانت لو اختصرناها وجمعناها برأي واحد كالتالي: فكرة إنشاء شركة صغيرة مناسبة لشخص بده يشتغل لحاله بشكل مستقل بساعات هو بيختارها، خاصة لو عنده عيلة أو دوام جزئي أو امرأة محجبة بالبيت وعم تبحث عن مصدر دخل بسيط بدون تعقيدات إدارية كتيرة مثل الشركات الكبيرة. أو لو كنت حابب تفتح شركة كبيرة لكن خايف ومتردد، فالشركات المصغرة هي فكرة جيدة جدا للبداية. لكن الجميع أجمع أنه ضرائبها مرتفعة، يعني ما حدا إجا قال لي والله ضرائب الشركات الصغيرة قليلة، لا كله قال لي كتيرة. وقبل ما نختم الفيديو رح نعمل تذكير سريع بسلبيات وإيجابيات الشركة المصغرة بفرنسا. أهم إيجابية هي البساطة وعدم التعقيد، وإنه إذا ما اشتغلت ما بتدفع أي ضرائب، المهم بس إنه تعلن باستمرار، ما بتحتاج لحدا يعمل لك معاملاتها وتدفع له إلا إذا أنت حابب تعين حدا. نظامها الضريبي واضح، بتطلع هيك بتدفع هيك، وفكرة حلوة لحتى الواحد يجرب حاله بدون ما يتكلف كتير. أما السلبيات فهو إنه إلك حد أقصى للإيرادات، مجرد ما تجاوزته لازم تكبر الشركة. لو كان نشاطك تجاري فهو 188 ألف، ولو كان خدمي فهو 77 ألف. السلبية الثانية إنه ضرائبها على رأس المال بالكامل مو على الربح، وهالشي ممكن يكون صعب كتير لو هامش ربحك قليل. السلبية الثالثة ما فيك تحذف التكاليف من رأس المال ومن الضرائب، وهالشي ممكن يكون مزعج كمان لو عندك تكاليف كبيرة للمشروع مثل السيارة أو المستودع. لو خاطرت كتير بهالشركة وخسرت وصار عليها ديون كبيرة فهون ممكن ياخدوا من مالك الخاص، بعكس الشركات التقليدية يلي بيعتبروها منفصلة قانونيا وضريبيا عن منشئها. واخر سلبية هي انه التأمينات الصحية وتأمينات التقاعد بتختلف كتير عن العمل التقليدي. ما راح نفوت بتفاصيلها لانه تفاصيلها كتير معقدة، لكن بنهاية الفيديو بدي اشكر كل حدا ساهم فيه ولو بكلمة ولو بتشجيع. بتمنى انه يكون عجبكم وفاتكم، واذا عجبكم وفاتكم فلا تنسوا تدعموه بلايك وتعليق وتشاركوه مع اصدقائكم المهتمين، ولا تنسوا اكيد الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس لتصلكم فيديوهاتي بشكل مستمر. بكرر شكري لكم على مشاهدة الفيديو، والى اللقاء اكيد بفيديوهات جاية. كنت معكم انا عمر كوكاش، سلام.